السلام عليكم. يمكن ماتش الاهلي ومازيمبي النهارده في ذهاب نصف نهائي بطوله افريقيا، يعني المباراه بصراحه ما كانش فيها حاجات كتير الواحد ممكن يتكلم فيها. هي مباراه يعني احسن حاجه حصلت فيها ان المباراه خلصت. جاية السمعة. درجات احنا سمعتنا وحشة. للامانه يعني الاهلي كان وحش، مازيمبي كان وحش، النقل كان وحش، التصوير كان زي الزفت، الملعب كان زي الزفت. المباراه بصراحه يعني كانت حاجه تسد النفس. انت حتى الراجل يعني رايح يشوف الفار، يا راجل الفار ايه اللي هروح تشوفه؟ ده انت بتشوف انت كده في الملعب احسن 100 مره من الفار. لكن والله في بعض الحاجات الواحد محتاج يتكلم عنها في الماتش. اول حاجه التشكيل اللي بدا بيه كولر واضح قوي من التشكيل اللي بدا بيه ان هو كان منفض للقمه او كان شارك حاجه في مباراه القمه، فالراجل ما كانش بادئ بالتشكيل الامثل. رغم كده كان بيعاند وكان بيقول في المؤتمر الصحفي بعد ماتش الاهلي والزمالك ان هو لا، ده هو التشكيل الامثل اللي بدا بيه، ولو الماتش رجع تاني هيبدا بنفس التشكيل التاني. طيب منين يا عم الحاج بادئ بالتشكيل ده؟ ومنين مثلا انت النهارده مستبعد مودست وبادئ بوسام ابو علي؟ منين مثلا انت النهارده بادئ باحمد عبد القادر؟ النهارده انت مثلا بادئ برضه برضا سليم. شفنا النهارده اكرم توفيق في نص الملعب عادي جدا بدأ كريم نيدفيد. شفنا عبد السولية بادئ، شفنا محمد هاني بادئ. يعني شفنا خلاص ده تشكيل ملوش علاقه خالص. كانت خمس ست لعيبه هم ما لهمش علاقه خالص بالماتش او بالتشكيل اللي بدأت فيه في مباراه الزمالك. يعني باللوجيك كده بالدماغ، انت خلاص انت ماتش الزمالك ده كنت انت بادئ بتشكيل اللي هو اي كلام علشان موفر اللعيبه دي المفروض يعني الماتش مازن بيه، او انت كنت بتعاند بقى الله اعلم يعني. بس يبان من التشكيل ان لا، في تصحيح كتير جدا لمسار الفرقه. يعني انت بتتكلم النهارده خلاص بدات مثلا بتشكيل اهو، عندك وسام ابو علي ورضا سليم واحمد عبد القادر الثلاثي الهجومي، اكرم توفيق في نص الملعب عادي جدا في غياب مروان عطيه، فده طبيعي برده. الاثنين اللي ورا سواء محمد عبد المنعم او رامي ربيعه انت مالكش يد فيهم، ما عندكش اصلا بديل ثالث. وخلينا نتكلم برضو ان هو النهارده نزل محمد متولي او محمود متولي بعد ما كان بعيد قوي بقاله فتره. الراجل اصلا ما كانش معتمد عليه، والراجل اصلا كان ليه تصريح غريب قوي عن متولي قبل كده. قال لك محمود متولي من اللعيبه اللي بتدي يعني طاقه سلبيه للعيبه، ومش من اللعيبه الاساسيه اللي هتكون معايا، وانا اصلا مش في دماغي الراجل. طب انت منين بدات بيه النهارده او منين نزلته النهارده يا معلم؟ انت ما عندكش غيره برضو، بس يعني انت منين الراجل بره حساباتك خالص ومنين مره واحده بيرجع كده؟ طيب خلينا نتكلم على الشوط الاولاني. الشوط الاولاني بصراحه اول 30 دقيقه بالنسبه لي كان الاهلي فيهم مميز جدا. الاهلي ضيع فيهم اكتر من هدفين مثلا مؤكدين على الاقل. في واحده بتاعه وسام ابو علي طبعا دي كان هدف مؤكد جدا، فكرتني بكره بركات في مباراه الجزائر متهيألي لو انا فاكر صح في تصفيات كاس العالم 2010. هي غالبا نفس الكوره، يعني بص دي وبص دي هتلاقيهم غالبا نفس الكوره. ولكن ما علينا، الكره دي ضاعت. مصطفى شوبير تألق بشكل كبير جدا في المباراه دي، ويمكن كمان الشوط الاولاني مطلع اكتر من كوره. يعني مازيمبي ما لا يقل عن هدفين ثلاثه في الشوط الاولاني محققين مصطفى شوبير قدر ان هو ينقذها. وعايز اتكلم في الحته دي شويه لان المباراه زي ما كنا بنتكلم ما فيهاش فنيات كتير قوي. هو ايه اللي هيحصل لما الشناوي يرجع؟ يعني دلوقتي مصطفى شوبير 6 مباريات ليه في دوري ابطال افريقيا ب6 كلين شيت. والراجل يعني في مباراه القمه اللي فاتت بين الاهلي والزمالك اراها انك لو حد غير مصطفى شوبير كان الماتش ممكن يطلع اوحش من كده 100 مره. كان ممكن الاهلي يخش فيه كمان جونين ثلاثه على الاقل والمباراه تخلص بنتيجه كارثيه. الراجل بيأدي بشكل ممتاز ممتاز ممتاز. هو اللي شايل دلوقتي خط دفاع النادي الاهلي الكارثي بقياده محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. طيب في حاله بقى ان يعني الشناوي رجع، هتلاعب مين يا معلم؟ يعني انت لما الشناوي يرجع انت هتعمل ايه؟ هل الشناوي هيقعد ولا الشناوي هيطلع بره ولا الشناوي هيشوف له عقد في الخليج ولا الراجل ده هيرجع يقعد تاني ونخسر حارس واعد بالنسبه لمنتخب مصر وموهوب؟ يعني ما اعرفش، بس ده سؤال برضو يستحق ان احنا نفكر فيه. الشناوي لما يرجع الراجل ده هيعمل ايه؟ طيب دي كانت اول حاجه. طيب في بعض الحاجات النهارده برضو يعني دفاع الاهلي النهارده كان سيء. طبعا دفاع الاهلي كان سيء، وان كان ما كانش اسوء من مباراه القمه، ولكن المباراه النهارده كانت صعبه جدا على لعيبه الاهلي، خصوصا كمان الملعب يعني نجيلته مش احسن حاجه، نجيل صناعي. الاجواء وحشه جدا، بنلعب الساعه 3 العصر وطبعا دي اجواء مثاليه بالنسبه للعيبه افريقيا، لكن بالنسبه لعيبه الاهلي يعني الموضوع كان صعب جدا. بعض الاجهاد وبعض المجهود البدني الرهيب اللي بذلته لعيبه الاهلي النهارده، ولكن الاهلي قدر ان هو يطلع بنتيجه يعني نقدر نقول ايجابيه، او اسوء نتيجه ايجابيه الاهلي يطلع بيها النهارده هو ان هو يتعادل 0-0 في ملعب مازيمبي. بالمناسبه ملعب مازيمبي مفيش فريق مصري قبل كده قدر ان هو يكسب فيه، مفيش فريق مصري قبل كده قدر ان هو يسجل فيه ولا هدف. فالملعب بصراحه بالنسبه لنا لعنه. يمكن الاهلي قدر ان هو يعني ينهي لعبه او ينهي لعنه
ملعب سيمبا التنزاني قبل كده، لكن ملعب مازيمبي الكونغولي هو لعنه بالنسبه للفرق المصريه، طبعا بما فيهم طبعا بيراميدز مثلا اللي اتغلب من مازيمبي 3 اهداف مقابل لا شيء في مباراه المجموعات في بطوله افريقيا الموسم ده. يعني بيراميدز بكل اللعيبه اللي فيه دي ما عرفتش حتى تسجل هدف في مازيمبي في ملعبه. وواضح ان في لعنه في المباراه، ان بصراحه في اكتر من كوره ضاعت يعني غريبه جدا. يعني سيبك من كوره مثلا اسامه ابو علي، دي كوره، في كوره ضيعها طاهر في اخر الماتش، انا ما اعرفش ازاي، يعني ليه وازاي برضه ضاعت، يعني انا ما فهمتش بصراحه. يعني انت لعبتها بالشكل ده ليه؟ هل في حاجه؟ يعني مش عارف، هل في حاجه، هل في سحر اسود معمول في الملعب ده؟ الله اعلم. بس بصراحه الاهلي كان بيضيع فرص غريبه جدا، ومازيمبي للامانه برضه ضيع اكتر من كوره، مش غراب لكن تالق من مصطفى شوبير. يمكن كولر النهارده تغييراته في بعض التغييرات كانت بصراحه موفقه من اول مباراه او بين الشوطين، زي ما شفنا طبعا تغييره لما خرج كوكا في بين الشوطين، وكمان شفنا خرج رضا سليم بين الشوطين ونزل بيرسي تاو، اللي من وجهه نظري يعني بيرسي تاو محتاج يرجع، بيرسي تاو بتاع الاول النهارده ما كانش احسن حاجه خالص، بيبذل مجهود ولكن يعني في ميس باص رهيب، مفيش سلو واحد يوحد ربنا عمله صح في المباراه. كمان شفنا عمرو السولية كان من وجهه نظري المفروض يطلع بدري شويه عن كده. وسام ابو علي انا النهارده برغم ان هو ما كانش موفق في بعض الكرات، ولكن انا حاسس ان في مهاجم للاهلي موجود، حاسس ان في لعيب بيجري على كل كوره، حاسس ان في لعيب رقم 9 في الاهلي موجود النهارده بيقاطع على كل كوره. اهدر فرص ما كانش موفق النهارده ماشي، بس انا حاسس في شايف ريحه مهاجم موجود، مش حاسس ان المركز المهاجم ده مش موجود. يمكن بعد الدقيقه 60 كمان النادي الاهلي مستواه قل جدا طبعا على المستوى البدني، وتحس اللعيبه كانت تايهه ورجلها مش شايلاها في الملعب. واحد زي احمد عبد القادر برده ما كانش شايلاه خالص، من بعد الدقيقه 50 تقريبا ما شفناش احمد عبد القادر خالص، وكان ميس باص كتير جدا بيعمله. كمان وسام ابو علي مجهوده البدني قل بشكل كبير، عمرو السولية مجهوده البدني قل، وكان من وجهه نظري المفروض يطلع بدري شويه، كان المفروض يطلع بدري ما يكملش المباراه. اكرم شفناه اتصاب اكتر من اصابه في المباراه، يمكن اتصاب ورجع واتحامل على نفسه، المفروض برده كان يطلع. بس خلينا نتكلم برده على تغييرات محمود متولي اللي انا بصراحه ما كنتش فاهمها، والتغييره الذكيه الوحيده اللي عملها كولر في المباراه دي من وجهه نظري. يعني محمود متولي هو خلاص حس ان هو نص او ان خط دفاعه فيه مشكله، فعادي جدا نزل محمود متولي في بدايه الشوط الثاني علشان يبقى يلعب بثلاثه في قلب الدفاع، محمود متولي قدامه رامي ربيعه وقدامه محمد عبد المنعم. فمن وجهه نظري كانت تغييره سليمه جدا بالنسبه لكولر، قدر ان هو يحد من خطوره مازيمبي اللي كان يمكن على اخر الشوط الاولاني بيهاجم بشكل كبير جدا، وكان قريب جدا ان هو يسجل هدف على النادي الاهلي. مباراه الذهاب عدت، نتيجه الاهلي فيها كانت نتيجه كويسه، مش هقول ان هي احسن حاجه في الدنيا، يمكن الاهلي النتيجه لو كانت خلصت مثلا 1-0 للاهلي ولا حاجه كانت النتيجه هتبقى احسن من كده، لكن برضه هي مش نتيجه سيئه، احسن بكتير جدا من يكون الاهلي اتغلب في المباراه دي. مباراه العوده هتكون ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في القاهره، كولر بيقول ان هو مستعد بشكل كبير جدا او هيستعد بشكل كبير جدا لمباراه العوده، وان هو هيبدا يذاكر لها او يتفرج على مباراه الذهاب من وهو في الطياره. فاعتقد يعني ممكن كمان نشوف يعني في بعض الغيابات اللي موجوده في الاهلي ممكن ترجع على مباراه العوده، يمكن ابرزهم ممكن نشوف امام عاشور يرجع في مباراه العوده، ممكن نشوف مروان عطيه، حسين الشحات لا لسه بعيد شويه، في بعض الغيابات اللي ممكن نشوفها. اعتقد ممكن برضو يكون ياسر ابراهيم تمثل للشفاء، وان كان الراجل برضو مش هيبدا بيه بعد الفتره الطويله اللي بعد فيها عن دفاع النادي الاهلي، ولكن دفاع النادي الاهلي في امس الحاجه لياسر ابراهيم بعد الكوارث اللي بتحصل في خط دفاع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وخصوصا كمان في مباراه القمه. يعني نقطه او تعادل بطعم الفوز بالنسبه للنادي الاهلي، وان كان المباراه اللي جايه برضو مش سهله. سلام عليكم.